اللقاء بكم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية لقائنا هذا نرحب بكم أجمل الترحيب. يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيف اللقاء معنا فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. مع قناة شبكة السلام الفضائية نجدد اللقاء ونطرح الموضوعات التي تعنى بالجوانب التي يحتاج إليها المسلم في حياته، سواء ما يتعلق بالمفاهيم الشرعية التي حث عليها الدين أو ما يتعلق كذلك بالأمور التي تحسن وتجود المفاهيم والأخلاق الحميدة. من هذه القضايا وهذا العنوان هذا اللقاء العفو عند المقدرة. العفو له أهميته وله حقيقة دوره الذي يطيب العلاقات بين الأفراد وبين المجتمعات كافة، ومن هنا جاءت النصوص عليه تحث وتحض حتى يتم نزع أي أمر يعني يشوش العلاقة بين الناس كافة. وقد حثت الشريعة سواء من نصوص القرآن أو السنة فيما إن شاء الله سنتناوله في بداية هذا اللقاء، لعلنا إن شاء الله هذه الأخلاق الحميدة التي نتخلق بها كمسلمين من ضمنها يأتي العفو، على أن نتعرف عليه ثم إن شاء الله نتناول مختلف جوانبه. فتفضل فضيلة الشيخ بتعريفنا بماهية العفو وما هو وكيف يكون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. موضوع العفو هو جزء من منظومة الأخلاق في الإسلام، وكما لا يخفى على المستمع بأن الإسلام جاء عقيدة وشريعة وأخلاق ومنظورات كونية. جانب العقائد وما يتعلق بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فقضايا الإيمان تكاد تكون مشتركة بين أهل الأديان جميعا. وقضايا أيضا التصورات الكونية هو ما يتعلق بالسرديات التي تتبناها الأديان في موضوع الخلق وموضوع المصير وموضوع الرجعة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه تدخل معنا في السردية الكونية، من أين بدأ هذا الكون وإلى أين يتجه، ومن أين بدأ الإنسان وإلى أين يتجه، وما هو مصيره في هذه المسيرة الطويلة. هذه نسميها السردية أو التصور عموما عن السردية الكونية. الجزء الثالث هو موضوع الشريعة، ما يتعلق بقضايا الحلال والحرام والمتعلق بتصرفات الإنسان في حياته، سواء كانت حياته التعبدية من صلاة وصيام وغيره، أو كانت حياة معاشية كالبيع والشراء والإجارة وغيرها والديون إلى غير ذلك. فهذا جانب التشريعي. الجانب الرابع هو جانب الأخلاق، مثل قضية الأمانة والصدق والوفاء وغير ذلك. وهنا لابد أن نقول بأن الأخلاق ترتبط ارتباطا مباشرا بالأديان ولا يمكن أن تنفك عنها، ولذلك الشعوب التي انفكت عن الأديان ضعفت فيها ظواهر الأخلاق ولم تستطع أن تعالج مشكلاتها في كثير من الجوانب، لأن الأخلاق تعالج إشكالات كبيرة جدا ولا تذهب دائما إلى المحاكم. يعني فأول ما تقيم المفهوم الأخلاقي أنت كأنما تدفع الناس في كل خلافاتها إلى المحاكم، وهذا طبعا سيصعب على الناس حياتهم بشكل كبير. ولذلك الأخلاق مرتبطة بشكل مباشر مع توحيد الله تبارك وتعالى، لأن كما قيل التوحيد أولا والأخلاق دائما. يعني منذ اللحظة التي بدأ فيها التوحيد صاحبت مسألة الأخلاق هذا التوحيد، لأنه ثمرة من ثمار التوحيد. فموضوع العفو يأتي معنا في هذا السياق. موضوع العفو هو عبارة عن فرع من فروع الأخلاق أو مفرد من مفردات الأخلاق. أخلاق كثيرة زي ما ذكرنا، يعني فيها كثير من المفردات التي جاءت في شريعة الله سبحانه وتعالى تعبر عن الأخلاق. والخلق هو السجية، كيف أن الإنسان يعني سلوكه وطبائعه تتطبع بما هو فاضل وتتجنب ما هو رذيل وفاسد. ولذلك نقول الأخلاق الفاضلة خلافا لما يتطبع به الإنسان ويتخلق به من الأخلاق السيئة. فالإنسان قد يتخلق بالصدق فيكون سجية له،
وقد يتخلق بالكذب ويكون سجية له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق وإياكم والكذب. هذا ما جاء في الحديث: عليكم بالصدق فإن لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهكذا. فموضوع العفو مثل هذه القيم التي وردت عموما في منظومة الأخلاق. وإذا تتبع الإنسان النصوص الشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها معاني كثيرة جدا حسب السياق. يعني أحيانا ترد في سياق الحديث عن الله تبارك وتعالى وتصفه بأنه عفو وأن من أسمائه العفو، وأحيانا ترد في سياق العباد بأن يعفوا وأن يصفحوا، وأحيانا تأتي بالحض والحث، وأحيانا تأتي بأن يطلب منا الله سبحانه وتعالى أن نكون نتخلق بهذا الخلق. على كل يمكن وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المفردة 33 مرة، مفردة العفو. وردت بصيغة الماضي عفا، وردت بصيغة المضارع يعفو، وردت بصيغة الأمر اعفو، ووردت بصيغة المصدر العفو، ووردت بصيغة كذلك اسم الفاعل يعني العافين أو العافي، عافين عن الناس، ووردت صفة مشبهة. على كل هي وردت بصيغ كثيرة جدا، وكل صيغة من الصيغ لها على كل طريقتها. لكن خلاصة هذه الآيات وهذه المفردات القرآنية تكاد لا تخرج عن معنيين أساسيين. المعنى الأول هو الصفح والمغفرة والتجاوز والترك لمن كان مستحقا للعقوبة. فشخص يكون مستحق العقوبة وارتكب ذنبا وارتكب سيئة، فالعفو هنا بمعنى أن يتم التجاوز عنه ولا تتم ملاحقته ولا يكون عليه عقاب ولا عليه عذاب وهكذا. فهذا المعنى الأول اللي معنى التجاوز، معنى الصفح، معنى الترك. المعنى الثاني هو الفضل والكثرة. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، أي أنفقوا بكثرة، أي أنفقوا ما زاد، أي أنفقوا ما فضل. هذا المعنى أيضا من معاني ولو لاحظت كلا المعنيين يدور في شيء واحد. التجاوز والترك وعدم الملاحقة لن يصدر إلا عمن سمت أخلاقه يا سلام وكثرت أفضاله، أليس كذا؟ فمتداخلات جدا. الشخص الذي يتصف بالصبر والتحمل والصفح وتتضخم في هذه الحال، تكون هذه عنده صفة ملازمة وكبيرة تصدر عنه أن يتجاوز عن الصغائر ويعفو عن الناس. فعلى كلا المعنيين متداخلان، ولكن لا تخرج المعاني عموما عن هذا الجانب. ثم أيضا إذا لاحظنا موضوع العفو في كتاب الله سبحانه وتعالى، تارة يكون العفو مرتبط بالله فيكون هو الذي يعفو عن الناس، وتارة العفو يرتبط بالحكام فيكون الحاكم يعفو عن الناس أو يعفو عن المذنب ويطلق سراحه مثلا. وأحيانا يكون العفو من قبل الوالدين عن ابن من الأبناء أساء إليهم أو قصر في حقهم أو تجاوز الحدود فيعفون عنه، أيضا قد يكون هذا. النقطة الرابعة أو العفو في معناه الرابع عن عموم الناس، أن تكون صفة التعافي والتصافح والعفو هي صفة ملازمة لعموم الناس، فيكون الناس كلهم يتصفون بصفة إيه؟ فاعفوا واصفحوا. فاعفوا هنا صفة مجتمعية، فالله تبارك وتعالى نص على كل هذه المستويات في كتاب الله سبحانه وتعالى. فخلاصتها أن العفو هو التجاوز، هو الترك عن عقوبة من استحق العقوبة. نعم، بارك الله فيكم على هذا البيان والتوضيح الذي حقيقة يجلي يعني أمر العفو ويبين قيمته، وكذلك حقيقة الآيات حافلة يعني، وكذلك السيرة النبوية الأحاديث. بل والرسول صلى الله عليه وسلم كان حقيقة العفو عنده يعني مساحته كبيرة، وكم من مواقف يعني حقيقة جعلت يعني من خلال العفو كان لها الآثار، لعل أن نقف على بعضها. لكن هنا نقول يعني ويمكن لو أشرنا كمدخل تأصيلي أفضل أنه بعض القضايا البارزة في يعني معاملة النبي وعفوه الكريم وأثر ذلك
حقيقة الناظر والمتعامل بالعفو كما أشرتم ما له من أثر كبير جدا في الدعوة وفي يعني التأثير على المعفو عنه. هذا الجانب يعني يكون لابد يكون حقيقة حاضر عند الحوجة لهذه القيمة، حتى الناس حقيقة ما يتشبثوا بحظوظ أنفسهم إنما ينظروا للعواقب. وبالتالي لو وقفنا إلى بعض الوقفات النبوية من السيرة يعني حادثة مثلا العفو عن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وما شابه هذا، لعل يكون من المفيد. بارك الله فيك. طيب، سلوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عبارة عن ترجمة وبيان وتفسير وتنزيل لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا أردنا أن نعود إلى موضوع التأصيل فلا بد أن يكون التأصيل من خلال الوقوف على ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت بأن القرآن الكريم وردت فيه هذه المفردة أكثر من 30 مرة، يعني 33 مرة تقريبا. نعم. وبالتالي المعنى من حيث الحضور التأصيلي موجود. ونلاحظ هذا المعنى سبحان الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة نعم. إلى نهايتها. جميل. فالعفو عند الاستضعاف لما كان في المرحلة المكية مطالب فيها بالتجاوز، مطالب فيها بالإعراض عن الجاهلين، مطالب فيها بعدم الانتقام، مطالب فيها بالكف عن الجهاد. يعني أنك لا تباشر الدفاع أو لا تباشر أن تبدأ بقتال. فهذه المرحلة كان فيها التوجيهات بالعفو واضح. خذ العفو مثلا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لاحظ هذه هذه الآيات اشتملت على 3 معاني وكلها مرتبطة ببعضها. خذ العفو وأمر بالعرف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جميل. هذا المعنى لاحظ كيف أنه كان حاضرا في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يكون صفحه وعفوه من الصفح الجميل، ليس فاصفح الصفح الجميل والذي ليس فيه أذى وليس فيه حسد حديث وليس فيه ملاحقة، فصفحه كان صفحا جميلا. أيضا امتدح الله سبحانه وتعالى العافين عن الناس. نعم. وهذا مما من الطرائق القرآنية في حث الناس على الذين يذكرون الله. ايش الآية؟ والعافين عن الناس في سورة على كل آل عمران. الله تبارك وتعالى ذكر موضوع العافين عن الناس. إن وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يذكرون الله الذين على كل نسيت الآية، لكن الآية فيها مسألة والعافين عن الناس. النقطة الثالثة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه في تعامله مع أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يعفو عنهم والعافين عن الناس والله الله يحب المحسنين. نعم. الله يحب المحسنين. أحسنت. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه بأن يعفو، فاعفو عنهم. نعم. واستغفر لهم، شاورهم في الأمر. هذه في المرحلة المدنية صحيح، لكن أيضا أمر بالعفو في المرحلة المدنية. الله عز وجل أيضا يقول فمن عفا وأصلح أجره على الله. نعم. وجعل هذه مساحة واسعة إنه فأجره على الله مسكوت عنه. ما هي كمية هذا الأجر؟ يا سلام. يعني أنت لك أن تتصور مثل قوله إنما يوفى الصابرون أجرهم غير إن الصوم لي وأنا أجزي به. هذه الأجور المفتوحة. لماذا؟ لأن العفو يدخل معنا في أبواب الصبر. يا سلام. العفو من أبواب الصبر، لأن من لم يكن صابرا لا يمكن أن يعفو. أيضا عندنا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله. هذه كانت أيضا يعني أمر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمرحلة المكية بأنهم يعفوا ويصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أي أن يأمر الله بقتال الكافرين أو قتال المشركين. فلزم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه آيات كثيرة، والموضوع أكثر من 30 آية موجودة في كتاب الله. كل ذلك يشكل لنا منظومة ما نسميه بمنظومة العفو. نعم. أو خلق العفو. يا سلام. كيف ترجم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ جميل. هذا الموضوع ترجمه أولا النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية هو وأصحابه ظلوا يتعرضون للأذى والملاحقة والتعذيب، ومع ذلك هم كانوا ملتزمون بأمر الله تبارك وتعالى بالإعراض عن الجاهلين والتحمل والصبر، وأنه لا يجاهدون حتى يأمرهم الله بالجهاد،
ولا ينتقمون حتى يأمرهم الله بالانتقام ولا يعتدون على شدة ما وقع عليه، شدة ما وقع. هم أخرجوا من ديارهم، تتصور أن شخص تخرجه من ديار، لكن مع ذلك سبحان الله الله عز وجل أمرهم بالعفو. نعم. لاحظ هذا. النقطة الثانية، هذا جانب على الأقل في المرحلة المكية كلها، لكن كان أصحابا، يعني أنت لو تتبعت من الأيام الأولى الإيذاء الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يقع عليه الصلاة والسلام وهو حول الكعبة، ما كان يلاحقه من أقربائه أبو لهب وغيرهم وزوجه، وما كان يذهب في الأسواق ويتعرض له عليه الصلاة، هذا كله يجب أن نستصحبه في موضوع عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه. الظاهرة الثانية وهي أيضا من ظواهر العفو الكبيرة جدا، عفوه عليه الصلاة والسلام عن أهل الطائف عندما ذهب يدعوهم وفعلوا فيه، سلطوا عليه السفهاء والصبيان والصغار وصاروا يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما جاءه ملك الجبال وقال لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. انظر إلى هذا المكان، مكان انتقام، ولكن سمو روح النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه عليه الصلاة والسلام وحبه إرادة الخير للناس والتماسه لأن هؤلاء جهلة، بل التماسه لما هو أبعد، عسى أن يخرج من هؤلاء من يعبد الله سبحانه. وفعلا خرج من هؤلاء. ماذا كان ينتج لو أن هؤلاء أهلكهم الله في تلك الصبر؟ ربما لحرمنا كثير من الأسماء التي هي اليوم كانت من الصحابة وكان من التابعين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو في مثل هذا المقام. قال عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذا هذه يعني. أيضا انظر إلى عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وأذاهم، مرحلة مدنية. كم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم من أذى من المنافقين. يقولون لا تمر علينا، آذيتنا بكذا، غبار فرسك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويصبر ويعفو ويصفح، ما كان ينتقم عليه الصلاة والسلام. إذن عفوه عن أهل الطائف، عفوه عن عموم أهل مكة، عفوه عن المنافقين، العفو عن بعض الأسرى الذين تم القبض عليهم في المعارك كان يحصل، عفوه عليه الصلاة والسلام عن ذاك الرجل الذي جاء وهو يحمل السيف يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم تحت شجرة، فلما استيقظ رأى الرجل وقد سل سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فجأة يسقط السيف من يد الرجل ويمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، وتتحول المسألة إلى عفو من النبي، بينما كان يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله ولا يجد في ذلك ولا يلام في ذلك عليه الصلاة والسلام. الأخير أيضا، النموذج الأخير الذي ربما تجلت فيه معاني سمو أخلاق النبي في عفوه عليه الصلاة والسلام، دخول مكة. انظر إلى قريش التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجت أصحابه وأخرجته من دياره وقاتلته لسنوات عديدة وألبت عليه العرب وتحالفت مع اليهود، تحالفت مع المنافقين. يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 مقاتل وقريش حينها ترتجف وترتعد، ودخل عليه الصلاة والسلام بجيشه في هذا اليوم، كان الناس في خوف عظيم وكلهم يطأطئون رؤوسهم أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ سبحان الله، دواعي الانتقام حاضرة، كل حاضرة. سبحان الله. يعني لك أن تتصور هذا المشهد، المشهد العظيم الذي عليه الصلاة والسلام يستحضر فيه كل ذلك. سبحان الله. وهنا طبعا لا بد أيضا قبل أن نأتي إلى اللحظة التي عفى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان سعد بن عبادة يحمل راية الأنصار، فكان يهتف يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم يوم. فهذا المعنى اللي هو معنى سفك الدم لم يكن النبي يريده في هذا اليوم العظيم، فأخذ الراية من سعد وسلمها لولده وعزله عن القيادة إن صح التعبير. طيب خاطره بأن يكون لا تنتقل إلى غيره، إلى نفس ابنه، لأن الأب لا يغار من ولده، لكنه في نفس الوقت أراد أن لا يجر الناس في الحرم إلى دماء. يا سلام. فكل ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أهل الهجرة أكثر الناس ألما من الأنصار، يعني ما فعل بهم أكثر ما فعل بالأنصار. صحيح. الأنصار كانوا صحيح آلامهم كانت نتيجة المعارك والمغازي، لكن هؤلاء من المرحلة الأولى من بداية الدعوة، يعني 13 سنة فقدوا فيها أموالهم وفقدوا فيها وتعذبوا فيها ورأوا كل شيء، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا فأنتم
الطلقاء. فإذا إذا رأينا كتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا رأينا كذلك نموذج سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، هنا طبعا خلينا برضو ننتقل إلى أنه والله نقول انظر إلى هذه تأتي الآن المفارقة، خاصة في واقعنا المعاصر. خلينا نقول ما الذي يجعل اليوم هذا الإسلام العظيم بمعانيه السامية وبقيمه الفاضلة وبأخلاقه التي يحث عليها وبنموذج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن انظر إلى النموذج المفارق في حياة المسلمين اليوم. تجد القتال فيما بينهم على أشده، الانتقام فيما بينهم على أشده. لو جيت أنت الآن إلى كتلة من الدول أو مجموعة الدول التي يسود فيها الاحتراب الداخلي، فإنك ستقول ما الذي أصاب هذه الأمة؟ ما بين كتابها، ما بين الكتاب الهادي الذي يحثها على كل ما هو طيب، وما بين ممارساتها وسلوكها الذي يخرج تماما عن هذا. وليس هنالك من جواب إلا القول بأن هذه الأمة اليوم لم تكن متخلقة حقيقة بأخلاق القرآن، حتى لو حفظت القرآن. وللأسف الشديد نلاحظ في بعض البلدان ربما القتل ينتشر حتى في المناطق التي يكثر فيها الحفاظ. يقول لك هذه المنطقة الفلانية تحفظ كتاب، لكنه لا ينعكس ذلك في آثار حياة الناس. فعلى كل هذه يمكن واحدة من الإشكالات الكبيرة. الخلاصة: العفو خلق نبيل وارتقاء من الناس نحو السمو الروحي والسمو الأخلاقي والسمو النفسي، حتى ترتفع النفس عن الانتقام الخاص، ترتفع النفس عن الأخلاق الدنيئة، ترتفع النفس عن أنها تأخذ حظوظ نفسها، حتى تترك الأمر إن شاء الله لله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم على هذه السياحة الطيبة في فهم حقيقة مغازي وأبعاد العفو، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا يعلمنا كيف كان هذا يعني العفو حاضر في مراحل مختلفة هو وصحابته صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. شيخنا، لعل أن ننتقل إلى محور أنه العفو يعني حقيقة متى يكون، يعني قد يختلط على بعض الناس يعني مفهوم العفو، ربما يعني حتى لا يكون يظن به أنه سمة فيها ضعف. فمتى يعني نحقق أن العفو عند المقدرة يعني يكون، وكيف أنه أنا يعني أعفو وبالتالي لا يبعث العفو هذا على أنه يفهم مثلا ضعفا، أو الآخر ربما يعني يتخذه مطية للمزيد من يعني إذا ما يردع العفو ويقع في غير مكانه. مثل هذه القضايا كيف نحررها؟ بارك الله فيك. جميل. أول هذه من القضايا حقيقة التي ربما الخيط فيها رفيع، يعني كيف توفق بين العفو وبين أنه الإنسان يكون والله هو ذليل وضعيف لا يملك من أمره شيء. لذلك الله تبارك وتعالى أولا رب النفس البشرية على العزة، نفس المؤمن نفس عزيزة. جميل. حتى لا يقال بأنه والله العفو يصدر عن ضعف واستكانة وذل، لا، النفس المؤمنة نفس عزيزة، بمعنى أنها لا تخضع إلا لله، ولا تعرف الذل إلا لله تبارك وتعالى، ولا تنحني إلا أمام كبرياء الله تبارك وتعالى. فنفس المؤمن نفس عزيزة، حتى وهي مكبلة ومقيدة لكنها عزيزة. يعني حتى لا يفهم، يعني لما نقول بأنه والله في مكة وهم في حالة استضعاف لكن القرآن رباهم على العفو، لأن كان عندهم نفس عزيزة قابلة لأن تنتقم وقادرة أن تنتقم، لكن ما الذي منعها؟ حكم الله تبارك وتعالى. يعني الله تبارك هو الذي قال لهم لا تنتقم، وإلا كان يمكن أن تسيل الدماء في مكة. هذه نقطة مهمة جدا. إذن العفو الذي نتكلم عنه هو العفو الذي يصدر عن عزة نفس، ليس نتيجة خوف ولا نتيجة استضعاف ولا نتيجة خور ولا نتيجة بؤس في الإنسان، لا، ولا تراجع عن المبادئ أيضا، ولا تراجع عن المبادئ. أن الله تبارك وتعالى يقول وإذا ما غضبوا والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا الوضع الطبيعي، يعني العدل أن تنتصر. جميل. ما في إشكال، العدل أن تنتصر، يعني إذا كان هنالك عدوان عليك وبغي عليك تنتصر. رباك الله على العزة، رباك الله على أن تأخذ. لكن الذي نتكلم عنه هنا هو العفو الذي عندك فيه كامل أدوات العزة والكرامة والانتقام والقدرة، ومع ذلك تؤثر ألا تشفي غليلك من خصمك،
وخصوصا عندما يكون هذا الإنسان إنسانا مسلما. لماذا نقول إنسانا؟ لأن الله تبارك وتعالى وصف المسلمين، وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أذلة على المؤمنين. يا سلام. فهنا يمكن أن نقول العفو الذي يكون تراعي فيه أنك أمام المسلم الذي آمن بالله ورسوله أنك تمارس الذلة عند أهل الإيمان. لماذا؟ لأنه يقابل عزة على الكافرين. هذا التوازن. فالمجتمع المسلم فيه هذا التوازن، بمعنى يعفون عما يجري فيما بينهم، لكن أيضا لا بد أن نضع قيد آخر، وهو ألا يشكل هذا العفو مزيد إصرار لمن تم العفو عنه. لأنه كما يقال: من أمن العقوبة أساء الأدب. فإذا في إنسان عفوك لا يغيره ولا يجعله يرتدع ولا يجعله يبالي، بل يزداد في غيه وضلاله، هنا العفو قد يكون مذموما. ليس كل عفو يكون خلاص، يعني هو الغالب أن الشريعة حثت على، لكن لا بد أن يكون الإنسان دقيق في أنه والله عمن يعفو. العفو ذاته يحقق إصلاح، ومن عفا وأصلح. هل يحقق إصلاحا؟ لا يحقق إصلاح. أيوة، هذه لا بد أن تراعى. نعم. أيضا أن لا يترتب على العفو منكر أكبر منه. يا سلام. مثل الأعراض مثلا، الذي أنت قد تعفو في حقك الخاص، لكن قد يكون هنالك أمور لها علاقة بأعراض الناس، مش كده؟ نعم. فإذا كان هذا الذي تعفو عنه يعني يمكن العفو أن يسبب في إشكال أكبر أو في منكر أكبر، هنا العفو لا بد أن يعاد فيه يعاد فيه النظر. فالموازنة على كل مطلوبة. كيف أنت تكون؟ ولذلك لما أصاب من ربط العفو بقضية المقدرة، العفو عند المقدرة، بمعنى أنك أنت تكون قادر على الانتقام وقادر على أخذ الحق، سواء بنفسك، هذا الحق الذي نتكلم عنه قد تأخذ هذا الحق بيدك، قادر على ذلك، وقد تأخذ هذا الحق بالقانون، صح التعبير، والسلطة. فمثلا حصلت جريمة قتل، عندك الحق في أنه والله يمكن عندك القدرة بنفسك بأسرتك بأهلك أن تنتقم من القاتل. وعندك أيضا أن تذهب إلى السلطات فتأخذ حقك عبر عبر السلطة. كلا الأمرين متاح. ولكن تشاورت الأسرة ورأوا بأنه والله لا يمارسون العفو. جميل. ولا يذهبون إلى وهنا واحدة من معاني العفو في القرآن الكريم ترك القصاص. أصلا فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أن تنتقل في جريمة القتل العمد من القتل إلى الدية، وهذا نوع من العفو. طيب، إذا أنت هنا مارست العفو وأنت قادر ولم تكن عاجزا، لم تكن عاجز عن أخذ حقك وأن يقع القتل على الطرف الآخر، ولكنك آثرت أن تمارس العفو والصفح حتى تحتفظ بهذا الجميل. لأن هذا السلوك أن يسري بين المجتمع، التسامح، التصافي، يؤدي إلى مزيد من التعايش، إلى مزيد من الاحترام، إلى مزيد من الحب، إلى مزيد من التقدير ما بين أفراد المجتمع. بارك الله فيكم. حقيقة بعد هذه الجولة ومعرفة يعني ما جاء من الآيات ومعرفة ما جاء كذلك من الأحاديث، لعلنا نقف على صفة العفو هذه. ربنا قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وما يلقاه في الآيات الأخرى وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم. يعني هذا القيمة العظيمة حقيقة تستدعي أن نقف يعني حولها في صفات المتقين وأخلاق أهل التقوى وأخلاق تطبيق حقيقة هذا الإسلام. لعل هذا أيضا جانب مهم، أنه الإنسان يتذكر أنه يكون من المتقين ويكون من أهل هذه المعاني السامية في تحقيق وتطبيق هذا الأمر المدعو إليه بهذا الحجم الكبير من الآيات والأحاديث. فضيلة الشيخ. نعم. هو سبحان الله صفة العفو مرتبطة على كل بالتقوى ومرتبطة بالإحسان. يا سلام. مرتبطة بالأمرين معا. نعم. والتقوى نفسها، التقوى التي يرتبط فيها العفو غالبا هي تقوى الإحسان. الله عز وجل قال وأن تعفو أقرب للتقوى. مش كده؟ ما شاء الله. نعم. وقال أيضا فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إذن هي أقرب للتقوى. يا سلام. ووصف أن من يعفو هو من المحسنين. يا سلام. فدل ذلك على أن صفة العفو ليست هي في مراتب التقوى الأولى،
لأن التقوى عندنا تقوى الإسلام وتقوى الإيمان وتقوى الإحسان. نعم. فوالله أعلم هنا التقوى التي ترتبط بالعفو هو تقوى الإحسان. يا سلام. لأنه تقوى الإيمان أن تأخذ حقك لا حرج. هذا ما في إشكال. متاح. نعم. ما في إشكال. نعم. التقوى المنافي للتقوى أن تعتدي، هذا منافي للتقوى. نعم. ومنافي للعفو بطبيعة الحال. الذي تجاوز الحد في أخذ حقه قال فمن قتل له الآية إيش؟ آية الإسراء فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. نعم. فهو الشخص إذا قتل له شخص مطالب بأنه والله يقتل من قتل، لكن إذا ذهب قتل القاتل وقتل زوجته وقتل ابنه هنا تجاوز التقوى وتجاوز العدل، مش كده؟ وتحول إلى إيه؟ إلى العدوان، تحول ظالما. فإذا عندنا الظالم الذي يتجاوز الحدود، وعندنا المتقي في حده الأدنى التقوى الإيمان العادية هو الذي يأخذ حقه دون زيادة أو نقصان. العفو هو مرتبة الإحسان، هي مرتبة الفضل. عندنا عدل وفضل. إذن هذه المرتبة من المراتب التي تؤهل الإنسان إلى أن يكون من أهل الإحسان، إلى أن يكون أعلى مراتب المقامات. يا سلام. لأنه تنازل عن حظوظ نفسه وتنازل عن العدل الذي يمكن أن تتيحه له الشريعة ليتخلق بأخلاق فوق مرتبة العدل. كونك أخذت حقك خلاص انتهينا، ما في مزية، مش كده؟ أخذت حقك ما في مزية. لكن لما تتجاوز أخذ الحق إلى مرتبة الترك والصفح والعفو والتسامي، هنا انتصرت على ذاتك. يا سلام. انتصرت على الذات. وهنا تأتي الأخلاق، الانتصار على الذات، الانتصار على النفس اللي فيها الشح وفيها الطمع وفيها الانتقام وفي كل الصفات السيئة والسلبية التي هي في داخل هذه النفس. الأخلاق تحاول أن تحاربها وتخرجها وتعدل هذا الإنسان بشكل جديد. فالله تبارك وتعالى يجعل هذه الصفة على وجه التحديد إما في تقوى الإحسان أو أنها في مرتبة الإحسان، والله أعلم. يا سلام. ولهذا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لأنه سبحان الله شوف إلا الذين صبروا، فالعفو في مراتب الصبر. يا سلام. وفي نفس الوقت ما يلقاها هؤلاء إلا ذو حظ عظيم ومراتب الإحسان. الله أكبر. نعم. أن مراتب الإحسان مراتب كبيرة يعني عند الله. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نسأل الله من فضله الكريم. حقيقة شيخنا والحديث هذا الطيب يمضي بنا، لعل أن كذلك نبين جانب يعني الإنسان يعني يعفو وقد يعني يحصل يعني لماذا العفو؟ يعني قد يتبادر إليه أنه هذا الإنسان يعني إنسان سيء وفعل كيت وكيت وكيت، يعني ربما أشير في الحديث على يعني قيمته، لكن قد يرد هذا السؤال عند بعض الناس، أنا يعني هذا حقيقة ما يستاهل، هذا فعل كيت وكيت من الأمور العظام ربما. فيعني هنا المطلوب شنو؟ يعني المطلوب يعني أنا يعني ما أنظر إلى فعله ولكن أنظر إلى جميل ما سوف أجده عند الله وعند الناس. فما رأيكم في هذا؟ يعني بعض الناس نفسية الانتقام أو نفسية أنه هذا أساء فلا يستحق، يعني يقول لك كذا يعني مثلا من هذا القبيل. لا، هو على كل نشوف النفس البشرية سبحان الله فيها كل الظواهر اللي ممكن تتجه بك إلى الخير، وفيها كذلك التي يمكن أن تتجه بك إلى ففكرة الانتقام لو ظلت هي الأصل سبحان الله في المجتمع، تصور إنه والله ما في تسامح، ما في عفو، ما في تجاوز، ما في كذا، بس كل إنسان يريد أن يأخذ حقه، هذا ليس مجتمعا راقيا. مش كده؟ المجتمع الراقي، المجتمع المتمدن، المجتمع المتحضر هو الذي تسود فيه الأخلاق. يا سلام. تسود فيه الأخلاق، تسود فيه التسامح، تسود فيه المحبة، تسود فيه إرادة الخير للناس، هذه كلها فلو ذهبنا إلى فكرة الانتقام أنت تعيش في النفس البشرية الشريرة. سبحان الله. النفس البشرية الشريرة تحب الانتقام، تحب الظلم والعياذ بالله، تحب العجلة، تحب في أشياء كثيرة جدا وصف الله تبارك بها النفس البشرية. القرآن والإسلام بشكل عام والأخلاق تحديدا جاءت لترتقي بهذه النفس البشرية إلى مقامات عالية وسامية، فترتقي من حالة الطين إلى حالة الروح. يا سلام. حالة الطين لها. فإذا كانت طبيعة الطين النفس البشرية تشدك نحو الأرض،
فإن الروح تشدك نحو السماء. هذه هي القيمة المفروض الإنسان يركز عليها. وبالتالي أنا أقول إذا كان الشخص فعلا أدرك بأنه والله هذا الذي مقابله لا يزيده العفو إلا طغيانا ولا يزيده إلا تجرؤا، نقول له خذ بالانتقام. نعم. لكن إذا كان والله لا، يمكن أن يعدل، يمكن أن يصحح، يمكن أن يجعل من هذا الموقف موقفا مغيرا تماما لمسيرة حياته، أو يجعل هذا الموقف تتربى عليه أجيال كثيرة جدا بس بموقف واحد، إنه شخص عفى عن إنسان، فكان هذا الموقف يمكن أن يكون في تجلياته أعظم بكثير من أن ينتقم، لأن الانتقام في النهاية شفيت قليل نفسك، لكن بالعفو استطعت أن ترسم معالم مستقبل كبير جدا للأمة وللمجتمع. وبالتالي عندما نتكلم عن قضية أنه ليس المطلوب الانتقام ولكن المطلوب العفو أخلاقيا، فإنما نحن نؤسس لمجتمع الفضيلة ومجتمع الكرامة ومجتمع العزة ومجتمع أن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، لأن الإسلام لا يربيك على أن كل شيء في الدنيا، لا، هنالك مساحات كبيرة جدا تكون أيضا في الآخرة، وتكون عند يعني تلتمس بها أنت رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير. لعلنا أن نشير ونحن في يعني صدد أن نختم يعني عن حقيقة يعني الفوائد. يعني سمعنا يعني الجزاء والفضل العظيم وعند الله عز وجل، لكن لو أخذنا أيضا كنواحي مجتمعية فضيلة الشيخ في مجتمعاتنا اليوم وخاصة مثل أريتريا، ولعلنا أيضا لا ننسى يعني مجتمعات عانت من الظلم والاضطهاد وكذا، لعلكم تشيرون إلى يعني مجتمع مثلا جنوب أفريقيا وكيف يعني حقيقة نحن أيضا في أريتريا قد تكون هنالك مظالم لناس كثيرة حدثت، فهذا الخلق كيف يمكن أن تكون آثاره الإيجابية في الأمن والسلم الاجتماعي في بلدنا مثلا في المستقبل وفي حياة أيضا العامة. لعل إشارة في هذا إن شاء الله تفيد المشاهدين. بارك الله. موضوع العفو له ثمار في الدنيا وله كذلك ثمار في الآخرة، يعني له آثار في هذه الدنيا وله آثار كذلك في الآخرة. فأول ما يستفيده الإنسان من العفو، وهذه مسألة مهمة جدا ذاتيا، نعم، هو التطهر والسمو الروحي والنفسي. نعم. أصحاب العفو سبحان الله لهم راحة نفسية هائلة، يا سلام. بخلاف من ينتقم. الذي ينتقم خلاص يعني، لكن هؤلاء الذين يعفون ويرجون ثواب الله سبحانه وتعالى ستجد أنهم تطهروا، والأخلاق تطهر الإنسان وتزكيه، وهذه أول مهمة من المهام المهمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم. نعم. فخلق العفو من الأخلاق التي تزكي الإنسان. جميل. ويتغلب فيها الإنسان على شرور نفسه وينتصر على ذاته. فالذي لا يستطيع الانتصار على الذات لا يمكن أن ينتصر على الشيطان ولا ينتصر على الآخرين ولا. فأول شيء أنت مطالب بالانتصار على الذات، إذا انتصرت على ذاتك انتصرت على الشيطان وأخسأته وأضعفته، وانتصرت كذلك على مآلات الفعل الذي يمكن أن يأتي بعدم العفو. فإذا أول نقطة يجب أن ننتبه إليها بالعفو والأخلاق الطيبة نزكي أنفسنا ونطهرها وننتصر على ذاتنا، هذه مسألة مهمة. النقطة الثانية بالعفو كذلك تصان الدماء. يا سلام. بالعفو تصان الدماء. يعني لاحظ الآن يسقط مثلا من خلال العفو في القتل العمد حافظت على نفسه. نعم. ولكنك أيضا سحبت فتيل الانتقام. ما يمكن أن تنتقم، ولكن هذا الانتقام قد يعقبه انتقام آخر، مش كده؟ وهكذا. فنحن عموما جاءت الشريعة موازنة بين أمرين، بين العدل بإقامة القصاص. نعم. هذا عدل، الذي قتل يقتل، وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن بما هو فوق ذلك ليقول ولكم في القصاص حياة. فالمجتمع لا يرفع منه القصاص مطلقا كما هو الآن للأسف الشديد في كثير من المجتمعات الأوروبية تحديدا، عطلوا شريعة القتل إذا كان الشخص قاتلا فامتلأت السجون. نعم. ولكن لم تتوقف عملية القتل. الشريعة لا، تقول لك والله القتل متاح ولكن العفو متاح أيضا. نعم. يا سلام. أحصل؟ وهنا يجعل هذا الشخص الذي قتل له قتيل في نفسه الكثير من عندما تقول له والله حكمت المحكمة لصالح فلان بأن فلان يقتل، هنا أخذوا إيه؟ نعم. راحة نفسية، إنه خلاص قاتلهم سيقتل، لكنهم
يرتقون فوق مستوى القتل إلى مستوى العفو فيقبلون بإيه؟ بالدية بدلا من القتل. فوازنت ما بين أن يكون شريعة القتل متاحة، ولكن أيضا متاح أن يعفو المجتمع من تلقاء نفسه، فيؤدي ذلك إلى أننا جمعنا بين العدل والفضل. جمعنا بين العدل والفضل، العدل من خلال الحكم، والفضل من خلال عدم التنفيذ، فتكون أنت جمعت بين الصفات. النقطة الثالثة أيضا في هذا الأمر أيضا العفو خلق فيه تيسير وتخفيف. نعم. فيه تيسير وتخفيف، يعني إذا كان والله أنا بإمكاني أن أخذ بالإعدام لكن خففت الإعدام إلى الدية، حصل فيها نوع من التخفيف. فيها أيضا الإصلاح بين الناس. جميل. إصلاح بين الناس، يعني هذا الذي ربما قتل وحصل له عفو قد يغير هذا الوضع مسيرته. نعم يا سلام. فينتقل إلى شيء آخر ويكون شخصا صالحا في المجتمع. فتكون أيضا حاولنا أن نحقق الإصلاح به. أيضا من خلال الإصلاح، من خلال العفو يحصل حل المشكلات الأسرية. يا سلام. إذا كان والله الناس كل شيء أرادت أن تتعامل فيه بالانتقام، تصور أن الوالد لا يعفو عن ولده، ولا المرأة تعفو عن زوجها، ولا الزوج يعفو عن زوجته مثلا، وهذه الحالة ظلت هي الحالة العامة، فإن ذلك سيكون إشكال كبير جدا. فهذه كلها قضايا لها علاقة على كل بالجانب الدنيوي. لكن تعال أيضا ننتقل إلى الجانب الأخروي. هذه ثمار ينالها الإنسان في الدنيا، ومن ضمن ما يناله في الدنيا أنه يحصل مرتبة التقوى ومرتبة الإحسان. جميل. فيكون من المتقين في الدنيا ومن المحسنين في الدنيا. وهؤلاء ينالون بطبيعة الحال أيضا، وليس مرادا في ذاته، ولكن من حسنات الدنيا، أن هذا الشخص الذي يعفو سبحان الله تجد أن سمعته تكون طيبة في دنياه. يا سلام. نعم. ويوصف بأنه من أهل العفو. نعم. ويكون محبوبا بين الناس وهكذا. لكن هنالك أيضا 5 أشياء تحصل له في الآخرة. نعم. جميل. هذا أولا الثواب الذي يناله الإنسان نتيجة العفو. نعم. يا سلام. لأن الأجر على الله سبحانه وتعالى. ممكن. من يعفو ينال محبة الله. يا سلام. ونحن كلنا في دنيانا نسعى إلى أن يحبنا الله سبحانه وتعالى. يا سلام. لأن الله إذا أحبك أعطاك عطاء من لا يخشى الفقر. الله. ونلت بحبه لك الخير كله في الدنيا والآخرة. نعم. إذن عندك الثواب، وعندك محبة الله سبحانه وتعالى، وعندك تكفير السيئات، لأن العفو أيضا فيه مكفرات للذنوب، وعندك عفو الله في الآخرة، لأن الجزاء من جنس العمل. عفوت عن الناس في الدنيا فيعفو الله عنك. يعني من كان سلوكه في الدنيا العفو عن الناس، يا سلام، نال في جزاء من جنس العمل. جزاء من جنس العمل. يا سلام. الجزاء من جنس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. الله. هذا الذي كان يعفو في الدنيا يا سلام. ويحتسب أمره عند الله، لاحظت هذا سبحان الله يكون جزاؤه من جنس عمل فيعفو الله عنه، وأنت لا تدري ما هو حجم ذنوبك وإشكالاتك وكذا. فلما يكون والله أنت بفعلك في الدنيا نعم. وإرادتك لي ما عند الله سبحانه وتعالى، فإن المسألة مفتوحة. العفو ما الذي سيعفو الله عنك هناك لا تدري. لكن الجزاء من جنس إيه؟ جزاء من جنس العمل. نهاية هذا الموضوع إذا كنت من نال الثواب ونال المحبة ونال تكفير الله ونال كذلك العفو من الله سبحانه وتعالى، ختاما سيكون هذا الإنسان أيضا يدخل الجنة بسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه كلها خصائص وآثار وثمار نتيجة هذا الخلق العظيم، والله أعلم. بارك الله فيكم. ختامه مسك أن يكون للإنسان بهذا العفو، أن يختم له بالجنة وأن يختم له برضوان من الله عز وجل. عفوا، إنه خلق العفو وخلق التسامح وأثره الطيب حقيقة في الدنيا والآخرة. فلنكن معشر المستمعين والمستمعات هذا العفو حاضرا عندنا في تعاملاتنا مع بعضنا، في بيوتنا، في علاقاتنا في المجتمع مع من نختلط معهم، ليكون العفو ضيدننا وشعارنا دائما إن شاء الله، حتى بإذن الله نسعد بهذا الخلق الطيب، تطيب نفوسنا وتنشرح صدورنا، ونكون مع من نتعامل معهم إن شاء الله قدوات يعني صالحة. والحياة لا تخلو من شيء من الخصومات وكذا، ولا يرفع هذه الخصومات دائما الانتقام وأخذ الحق، إنما بالعفو بإذن الله نرقى في أخلاقنا الذاتية وفي مجتمعاتنا ونرضي الله ونكسب بإذن الله سبحانه وتعالى الجزاء عنده
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن سمع واستفاد وينفعنا بما نسمع. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم، إلى أن نلتقيكم في لقاء قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.